في موضوع غريب ومهم لازم نعرفه حوالين الهرم الأكبر اللي اكتشفوه العلماء هناك. خلوا إن في بعض الحاجات التاريخية تتغير. مسا الجمال على أحلى متابعي قناة مصر جميلة مع نيرفانا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بصحة وبخير وبسلام. بصوا يا جماعة، حوالين الأهرامات في علامات كتيرة استفهام، في دراسات كتيرة بتحصل. الدراسات دي مش لازم تكون تبع الحفاير أو تبع الأثريين، في تخصصات تانية ممكن تدخل معانا في دراسة المنطقة دي. الموضوع بتاع الحلقة بتاع النهاردة تخصص جيو كيميائي، يعني علماء مختلفين تماما عن علماء الآثار. بس بيحصل هنا إيه؟ بيحصل إن الدراسة دي بيحطوها في الأماكن العلمية المناسبة وبينشروها، واحنا دورنا إن احنا نساعدهم في الدراسات دي وهم يساعدونا، وبنستعين الدراسات دي في الكثير من الأمور، لأن الناس دي بتشتغل على الكثير من الأبحاث والدراسات. فالعلماء بتوع الجيوكيميائي، يعني إيه جيوكيميائي؟ يعني هم بيدرسوا طبقات الأرض من حيث الكيمياء اللي موجودة في الطبقات دي والجيولوجيا اللي موجودة في الطبقات دي. طبعا أنا بتكلم من على السطح، يعني مش متخصصة قوي، بس بنقل لكم الرسالة كانت عبارة عن إيه. الرسالة دي أو الدراسة دي حصلت سنة 2019. فين يا نيرفانا؟ على بعد كيلومتر من هرم خوفو الأكبر. طيب لقوا إيه؟ هناك الكثير والكثير من التلوث البيئي. طب يعني ايه ده يا نيرفانا؟ تعال اقول لكم. المكان اصلا اللي هم عملوا فيه الدراسات ده كان قديما مكان ميناء الملك خوفو. يا جماعة، ميناء الملك خوفو اللي كان من خلاله بيجيبوا كل حاجة عن طريق نهر النيل. مينا كاملة ومتكاملة، بتنزل عليها كل الأدوات اللي كانوا بيستخدموها في عملية بناء الهرم الأكبر. والكلام ده مذكور بالحرف في بردية وادي جرف. يحصل ايه؟ بيجيبوا للعمال وبيجيبوا للكهنة وبيجيبوا لأي حاجة، الحاجات اللي هما مطلوبة منهم من جميع أنحاء مصر، وبيوصلوها عن طريق نهر النيل اللي كان موجود هناك، ويطلعوا الحاجة في المينا. في المينا دي في الكثير والكثير والكثير من الورش. الورش دي فيها الكثير والكثير من الصناعات اللي بتصنع الحاجات اللي بيستخدموها في بناء الهرم. وطبعا الحاجات اللي كانوا بيستخدموها في بناء الهرم كتيرة، يعني كانوا بيستخدموا الخشب، وكانوا بيستخدموا الأحجار، وكانوا بيستخدموا النحاس. النحاس ده بقى عامل مصيبة. ليه يا نيرفانا؟ لأن هما لما جم درسوا الكيمياء بتاعت الأرض دي، لقوا إن فيها تلوث بيئي أول مرة يشوفوه في التاريخ البشري. التلوث البيئي ده مسجل على إنه أول حالة يشوفوها. نتج عن إيه؟ نتج على إن المصريين القدماء علشان يصنعوا النحاس اللي هما بيستخدموه في عملية البناء، سواء في الأزاميل أو في الشفرات أو في أي حاجة، بيحطوا على النحاس ده الزرنيخ. والزرنيخ ده بحد ذاته مصيبة. ليه؟ هما بيعملوا الصناعة دي علشان خاطر يخلوا النحاس أكثر حدة وأكثر متانة. فهمتوا؟ وكان طبعا كانوا بيستخدموها مع حاجات تانية، بس النحاس كان بزيادة. ونظرا لكثرة العمل في الهرم، وكثرة عدد العمال، وكثرة المواد المستخدمة، نتج عنها زيادة في الزرنيخ اللي موجود في طبقات الأرض دي. فعرفوا عن طريق الدراسات اللي عملوها في التربة دي إن هنا في نسبة كبيرة جدا من التلوث. طبعا بالنسبة للدراسات معالجة المعادن في التربة خاصة النحاس، وعملوا كمان مطياف كتلة البلازما المقترنة بالحث لقياس مستويات النحاس. وطبعا لقوا نسبة ألمونيا، ولقوا نسبة حديد، ولقوا نسبة حاجات كده، دراسات خاصة بيهم. وهم بيعملوا المشكلة مش في الايه، في التلوث. يعني مش مشكلة، مش في كده، لأن العمل اللي كان بيقوموا بيه في الهرم كان فعلا عمل شاق جدا ومتعب. المهم ان هم وهم بياخدوا عينات، وطبعا دي من ضمن الحاجات اللي تثبت ان الاهرامات اتبنت في هذه المرحله، لان احنا عندنا دراسات بالكربون المشع. المهم هم بيدرسوا يا جماعه، لقوا حاجه غريبه. لقوا ايه؟
لقوا تلوث بيئي بيرجع لسنة 3265 قبل الميلاد. إيه الجديد؟ الجديد يا جماعة إن في المرحلة دي ما كانش فيه الشغل بالنحاس بالطريقة دي. يبقى نفهم من كده إيه؟ الشغل بالنحاس في المكان ده كان موجود من الفترات دي، يعني المنطقة دي كانت مؤهلة بالناس في الفترة دي. كان عندنا دراسة مخلية الموضوع أحدث ب200 سنة، يعني الرقم اللي طلع لنا ده خلى إن المنطقة دي كان مؤهلة بالسكان متأخرة ب200 سنة كمان. كان الإنسان المصري بيسكن هضبة الجيزة وبيعمل الصناعات دي فيها. يعني الصنعة اللي هم استخدموها في الأهرامات يا جماعة مش فجأة طلعت في الأسرة الرابعة، لا ده كان علم متوارث. المهم نرجع لمرجوعنا، هل المعلومة دي صادمة؟ لا هي مش صادمة، لأن أصلا في عصور ما قبل الأسرات، لأن المرحلة اللي أنا بتكلم عليها اللي هي 3265 دي عصور ما قبل الأسرات، يعني قبل الملك مينا. طيب هل إحنا ما لقيناش في هذه المنطقة آثار بتعود لعصور ما قبل الأسرات؟ لا يا جماعة، لقينا في شمال الجيزة لقينا 13 مقبرة بتعود لعصر ما قبل الأسرات. إذا هذا المكان كان المصري القديم كان بيسكنوا في المرحلة اللي هي بتاعت ما قبل الأسرات. هنا مفيش أي إبداع، دي معلومة قديمة. بس هنا التوثيق اللي حصل إن طلع إن التجمع السكني طلع أقدم ب200 سنة كمان. شفتوا بقى الدراسات بتتعمل إزاي وبيتم توثيقها إزاي، وكله على عينك يا تاجر. طيب نفهم من كده إن الأهرامات الشغل بدأ عليها في هذه المرحلة. ليه؟ لأن التلوث البيئي أو التلوث اللي حصل في التربة كان بمعدل فظيع، يعني كان فيه شغل من نار في هذا المكان. الشغل ده كان فيه قديم بس كان قليل. فنفهم من كده ان الناس اللي بيقولوا ان ما كانش ان الملك خوفو مش هو اللي بنى الهرم، لا يا جماعه ده هو اللي بنى، ودي اللي انا عايزاك الشغل اللي كان موجود. دي مش مساله عمليه ترميم فقط، دي عمليه بناء كامله. وان اساسا اللي حصل في عصر الاسره الرابعه ده مش فجاه، الناس دي من زمان وهم كانوا بيشتغلوا على نفسهم. عشان كده لما باجي اشوف مثلا ان في بعض الناس بيستغربوا لما يشوفوا اناء في عصور ما قبل الاسرات مصنوع بطريقه جيده، لا الناس دي عندها فكر من زمان، بجانب ان هم عندهم الكثير من العلوم ان هم يخلطوا الزرنيخ مع النحاس. ما هو دي كيمياء يا جماعه، مين يقدر يفكر بالكلام ده في المرحله دي؟ فالمصريين اساسا من ساعه ما اتوجدوا وهم صحاب عقليه فذة. دراسه مهمه انا حبيت اشاركها معاكم وتعرفوا اصلها وفصلها.